السلام عليكم. في تاريخنا أفلام أصبحت تشكل جزء من وعينا وثقافتنا وهويتنا، لأن الأفلام دي وهي بتتكلم وهي بتخاطبنا هي بتخاطبنا من خلال هويتنا وثقافتنا ووعينا، بتكلمنا عن قضايانا. الأفلام دي عاشت معانا لحد اللحظة دي وهتفضل عايشة للحظات ولحظات ولحظات وأجيال وأجيال وأجيال. حدوتتنا النهاردة عن فيلم الأرض ليوسف شاهين. خلينا نسميها خواطر حوالين فيلم الأرض، يعني إن إحنا كأننا بنحكي حدوتة. إحنا مش هنتكلم بالشكل التقني أو بالشكل الفني، لأن في ناس أسهبت وتوسعت جدا في شرح الأجزاء الفنية والتصوير والكادرات والتمثيل، اللي بالمناسبة إحنا لو أفردنا للأجزاء دي فيديوهات هنعمل أكتر من فيديو، مش هيسعنا فيديو واحد عشان نتكلم عن جمال وروعة الفيلم ده. لكن خلينا نتكلم مع الموضوع كقصة، كحدوتة، كراجل متلقي زيكم قاعدين بنتفرج على الفيلم مع بعض. محمد أبو سويلم هو الشخص الصادق مع نفسه من لحظة ميلاده للحظة جره، وهو بيدافع عن أرضه متشبث بجدر أرضه. الشخص الصادق مع نفسه اللي كان ثار مع سعد الزغلول في ثورة 19، وبيثور تاني عشان أرضه وما باعش قضيته أيا كانت القضية، ما بيبيعهاش. بنلاقي إن الفيلم بيفتح على كدر محمد أبو سويلم وهو بيحضن، أو من الآخر بيلمس وبيطبطب على أرضه وبيطبطب على زرعته، وعينه فيها علاقته بالأرض وحسرته عليها من فكرة دورة الري اللي بتقعد 10 أيام. ودورة الري اللي بتقعد 10 أيام دي يعتبر ما بتكفيش حتى البلد كلها، ما بتكفيش غيطان البلد كلها. فكرة الشكوى، وحتى مشهد من المشاهد اللي في الافتتاحية بتاعت مجموعة الفلاحين اللي تركوا الأرض راحوا يشوفوا نعيم القاهرة ورجعوا يجروا أذيال الخيبة ورجعوا من الآخر يعني يتسكعوا على الطرقات، ولا لاقيين أكل ولا شرب ولا لاقيين شغل. الفيلم بينقلك الحالتين، الشخص اللي قدر يحافظ على أرضه وقدر يتمسك بيها، والشخص اللي باع أرضه وده مصيره، اللي جحدوا الأرض فجحدتهم. 3 شخصيات الأساسية اللي هو طبعا محمد أبو سويلم والشيخ حسونة والشيخ يوسف. ال3 شخصيات بطباعهم المختلفة، مع إن كان زمان بيجمعهم حدوتة واحدة، إن هما كانوا مع بعض ثورجية في ثورة 19 واقفين بصدورهم مع سعد باشا واتسجنوا مع بعض. بيوريكوا إن البني آدم بعد مرور السنين بتبدأ المصالح تتغير، بيبدأ الشكل يتغير. حتى البني آدم وهو واقف في ظهرك أول ما مصلحته بتاخد اتجاه مختلف ممكن يبيعك ويبيع مصلحته ويبيع القضية المفروض إن هو بيدافع عنها من أجل مصلحته هو، طالما مصلحته هو اتحددت ومصلحته هو اتقضت. طالما الضرر بعيد عنه. نتكلم عن فكرة الأرض أو فكرة الظلم الواقع على مجموعة من الفلاحين، إن محاولة سرقة أرضهم، أو اللي هو من الآخر عمل الطريق ما بين البندر وبين فيلا محمود بيه، تقليل عدد نوبات الري، أيام نوبات الري من 10 أيام ل5 أيام. ال10 أيام أصلا اللي ما كانوش بيكفوا وصلوهم ل5 أيام، وعمل الطريق وترتيبات. أصلا فكرة الكريشندو حتى في الظلم ده، إن هو بداية الموضوع 10 أيام، وبعدين ال10 أيام ما كانوش بيكفوا مجموعة الفلاحين، وبعدين بدأ يقل الموضوع ل5 أيام، فبدأ في تناحر ما بين الفلاحين وبين بعض في الفكرة دي. الفيلم ده بقى عمل الكلام ده، عمل الموضوع ده بصورة عظيمة. أولا اختيار الشخصيات، عندنا مثلا طبعا الأستاذ محمود المليجي في دور محمد أبو سويلم، الدور اللي يمكن دور من الأدوار اللي تستاهل الأوسكار على مستوى التمثيل، على مستوى الانفعالات، على مستوى تعبيرات الوش. كل شيء له كادرات فعليا انت بترتبط بيها مجرد ما بتفتكرها. لقطته وهو مخبي وشه عشان يخبي ان شنبه اتحلق لما خرج من السجن. عينه وهي بترغرغ بالدموع لما كان محمد افندي بيحاول يديله فلوس تمن او زي هو فهمها انها مساعده ليها تمن القطن. كل لقطه لمحمود المليجي في الفيلم انت بترتبط بيها، لان هي من الاخر اللقطات المحوريه اللي في قلب الفيلم. اول لقطه في الفيلم وعلاقته بالارض، بعد كده فكرة إحساسك من خلاله بعطش الأرض واحتياجها للمية، إن أنت لما بتبص له وبتشوف علاقته بالأرض وبتشوف نظرته للأرض وبتشوف تعامله مع العالم اللي حواليه، بتحس بعطش أرضه للمية. لحظة حلاقة الشنب، مشهد محمد أفندي وهو بيديله الفلوس، المشهد المشهور اللي كان بيقول فيه خطبته العصماء، اللي كان بيبث فيها الروح في الشيخ حسونة والشيخ يوسف تاني.
اللي هو مشهد إحنا كنا رجالة وقفنا وقفة رجالة. المشهد ده تمثيليا عظيم، إخراجيا حاجة فوق الوصف. الفكرة كلها قدرة يوسف شاهين على إنه هو يعبر عن حالة كل شخصية أو علاقة كل شخصية موجودة في الكادر ده بالكلام اللي بيتقال، بقوة الكلام اللي بيتقال، سواء كان من طائفة الشباب زي عبد الهادي ومحمد أفندي ودياب، أو شخصيات زي شخصيات العواجيز أو اللي هم القدامى، اللي هو زي مثلا محمد أبو سويلم أو الشيخ حسونة أو الشيخ يوسف. هو بيقدر يبرز لك في خلال المونولوج ده علاقة الشخصيات بالكلام اللي بيتقال، علاقة الشخصيات بالرسالة اللي أنا كجيل قديم عايز أسلمها للجيل الجديد، إن أنا عايز أسلم لهم رسالة إن أنتوا ما تستسلموش، إن إحنا كنا رجالة وقفنا وقفة رجالة وعايزينكوا تكملوا المسيرة دي من بعدنا. عايزكوا ما حدش فيكوا يستسلم، عايزينكوا تقدروا تطلبوا حقكم وتقدروا تتمسكوا بحقكم. المشهد الأخير، المشهد اللي قمة في العظمة، المشهد اللي محمد أبو سويلم بيقدر يروي أرضه فيها بدمه، أرضه اللي مش لاقية المية عشان تتسقي بيها بيقدر هو يسقيها بدمه، بيقدر إن هو يتشبث بالأرض ويتمسك بالأرض وما يسيبهاش ويتجر وهو ماسك ومتشبث بأرضه، زي ما بدأ الفيلم وزي ما بدأت الحدوتة وهو بيطبطب على أرضه وهو بيلمسها. انتهت الحدوتة وهو متشبث بأرضه برضه وهو بيسيبها وبيسقيها من دمه. زي ما ابتدت الحدوتة كده انتهت الحدوتة كده. حتى مجموعة الشخصيات اللي هو زي شخصية الشيخ حسونة، اللي هو كان جاي لما حس ان في ضرر على ارضه او حس ان في ضرر عليه، وقدر ان هو يروح لمحمود بيه، ومحمود بيه قدر يغريه بفكرة ان انا ارضك انت مش هتتمس، مع ان هو الشخص اللي جاي كان بمثابة امل لمحمد ابو سويلم وامل شخصية عبد الهادي، ان ده الشخص المخلص اللي هو هيجي هيسندهم وهيوقفهم على حيلهم وهيقدروا يكملوا المسيرة وهيقدروا يزقوا بعض ان هم يكملوا المسيرة ويكملوا الثورة، ويقفوا في وش محمود بيه ويقفوا في وش المأمور ويقفوا في وش العمدة الظالم، يقفوا في وش المجموعة دي كلها. فإن الشيخ حسونة تخلى عنهم بسبب إن محمود بيه قدر يغريه بإن هو السكة الزراعية تبعد عن أرضه وتتفادى أرضه. ومشهد خروج الشيخ حسونة من البلد وهو خارج وسط الضباب وخارج متخفي، ده مشهد قمة في العظمة. حالة التخفي وحالة الضبابية اللي كانت على الشيخ حسونة في اللحظة دي حالة قمة في العظمة. الشخص اللي بيتحول من شخص سائر أو شخص قادر إن هو يقف جنب محمد أبو سويلم وجنب عبد الهادي، الشخص اللي بيقدر يتخلى عنهم بالصورة دي، فلازم يعدي بالشكل الضبابي ده. حد زي الشيخ يوسف برضو اللي استفاد، اللي مثلا الهجانة كانت وبال على بلده، التكتيفة والناس اللي بتخش بيوتها من العصر وما بتخرجش من العصر وحالة حظر التجوال، ان هو حول الموضوع ده لجزارة ودكانة. لما الموضوع تحول عنده لفايدة مادية واستغلال الظرف السيء اللي في بلده والظلم اللي واقع فيه بلده بحيث ان هو يحقق اكبر منفعة ليه، فده حد وصولي او اتعامل مع الموضوع بشكل ان هو شكل المنفعة الشخصية الوصولية، او طموحه ان هو يبقى العمده، مش تفكيرا في رفعه البلد او تفكيرا في ان البلد تستفيد، على قد ما تفكير في ان مصلحتي الشخصيه. خد قوتي يا عبد الهادي، خد قوتي وقوت عيالي يا عبد الهادي، اللي هو عبد الهادي لما كان بيواجهه بالصوره دي او بالكلام اللي باسلوبه، ان هو كان بيمنع على اهل بلده ان هو يديهم الحاجه بالاجل او يديهم الحاجه مثلا باجر رخيص لان هم مش لاقيين، وبيبيع للهجانه وبيبيع للموظفين بالاجل عشان عارف ان هم موظفين حكومه زي ما بيقولوا موظفين ميري. فده شكل من ابشع الاشكال بتاعه المصلحه، اللي هو من الاخر انت بتضحي باهل بلدك. المشهد بتاع نورت يا قطن النيل، مشهد جمع القطن اللي كلنا كمصريين اشتقنا له، اللي هو تقريبا زراعة القطن انتهت من مصر، فانت علاقتك انت نفسها بالقطن ورؤية القطن انتهت من مصر من زمان. فالمشهد ده والأغنية بترن في ودان الواحد بصورة عظيمة، ومشهد من المشاهد الجميلة جدا. ومشهد النهاية وما أدراك ما مشهد النهاية، وتشبث محمد أبو سويلم بأرضه اللي هيتم تجريفها ويتم إنهائها في سبيل الطريق الزراعي. الفيلم
كل لحظة فيه إحنا لو فتحنا فيديو قعدنا نتكلم، لو خدنا كل مشهد لوحده نتكلم عنه على كل المستويات، هناخد وقت طويل جدا نتكلم عن الفيلم ونسهب في الكلام عن الفيلم. فدي كأن أنا بفضفض معاكم، أنا اللي هو من الآخر مش محضر سكريبت، بس بما إن أنا بدأت في سلسلة أفضل 100 فيلم مصري اللي هو التصنيف اللي كان حاصل سنة 96، فأنا هبدأ أمشي فكرة الأفلام بالترتيب، اللي هو من الآخر إحنا بدأنا بفيلم العزيمة واتناقشنا عنه، وبعدين تاني فيلم اللي هو فيلم الأرض، وبعدين هنبدأ بقى ناخد الأفلام تباعا بالترتيب كده. فربنا يقدرنا ونكمل الموضوع للآخر. وإذا عجبكم الموضوع أو شايفين إن أنا بقدم لكم شيء أو بفيدكم بشيء، لايك، اشتراك، وشكرا. السلام عليكم.